كل يوم بنشوف خرايط في الأخبار، على الموبايل، في الكتب. بنبص عليها ثواني ونفتكر إننا فهمنا القصة، بس عمرنا فكرنا إن اللي بنشوفه ده ممكن ما يكونش الحقيقة الكاملة. طب ما تيجوا نسأل سؤال أهم من كده. إحنا بطبيعتنا بنصدق الصورة، وخصوصا لو شكلها علمي زي الخريطة. بس إيه رأيكم لو قلتلكم إن صورة بسيطة زي دي ممكن تضللنا، وساعات عن قصد كمان؟ الموضوع صدقوني أعقد بكتير من اللي نتخيله. طيب بصوا معايا كده على الخريطة دي، ركزوا فيها كويس. حد فينا قادر يحدد بالظبط مسار المايه رايح فين؟ أو شايف أي معلم واضح؟ غالبا لأ. وهي دي المشكلة كلها. دي مش مجرد صورة شكلها معقد، لأ، ده مثال حي إزاي صورة ممكن تفشل تماما في إنها توصل أي معلومة ليها لازمة. وهنا بقى تيجي أهمية اللي بنتكلم فيه. الخريطة دي مش مجرد رسمة ملونة، دي رسالة مشفرة، رسالة تقدر تلخص تقرير من 1000 صفحة في بصة واحدة. وزي أي شفرة قيمتها الحقيقية بتظهر بس لما يكون معانا مفاتيحها عشان نفهمها. طيب، عشان نفك الشفرة دي لازم يكون معانا، يعني نقدر نقول صندوق عدة. وفي الجزء ده هنجهز مع بعض الخمس أدوات الأساسية اللي هتحول أي حد فينا من مجرد واحد بيبص على الخريطة لواحد بيقراها وبيفهمها صح. أول أداة معانا العنوان. فكروا فيه كأنه المانشيت بتاع القصة اللي الخريطة بتحكيها. من غيره إحنا قدام صورة من غير هوية. هو اللي بيدينا أول وأهم خيط. إحنا بنبص على إيه أصلاً؟ هل دي خريطة للكثافة السكانية؟ ولا شبكة طرق؟ ولا يمكن خطة معركة؟ الأداة التانية مفتاح الخريطة. لو العنوان هو المنشط، فمفتاح الخريطة هو اللغة نفسها. هو بالظبط القاموس اللي بيترجم لنا الرموز والألوان دي الحاجات نفهمها. من غيره الموضوع عامل زي ما تكون بتحاول تقرا لغة عمرك ما شفتها قبل كده. الجملة دي على بساطتها بتقول كل حاجة. إن الخريطة من غير مفتاح واضح دي مش خريطة أصلاً، دي مجرد لوحة فنية. ممكن شكلها يبقى حلو ومثير، لكنها مش بتقدم أي معلومة نقدر نعتمد عليها. تمام قوي كده، فهمنا الرموز، بس حجم الحاجات اللي بنشوفها دي قد ايه في الحقيقة؟ هنا بقى يجي دور تالت أداة، مقياس الرسم. ده الجسر اللي بيربط بين عالم الخريطة الصغير وعالمنا الحقيقي الكبير. يعني في فرق كبير بين انك تعرف ان في مدينتين بينهم 5 سم على الورق، وانك تعرف ان قدامك مشوار سفر 100 كيلومتر. المقياس هو اللي بيخلي الخريطة ليها فايدة عملية. رابع أداة الاتجاه. تخيل كده حد بيوصف لك طريق وبيقول لك خش يمين في شمال. طيب يمين فين وشمال فين؟ من غير نقطة بداية الوصفة دي ملهاش أي 60 لازمة. سهم الشمال هو نقطة البداية دي، هو اللي بيثبت الخريطة في مكانها الصح وبيخلي فوق اللي على الخريطة هو فعلا شمال في الحقيقة. وآخر أداة معانا هي الإطار. ممكن يبان إنه مجرد برواز، تفصيلة صغيرة، لكن لأ، هو مهم جدا. الإطار بيقول لنا حدود القصة دي فين. يعني كل اللي جوه الخط ده هو جزء من الحكاية بتاعتنا، وأي حاجة بره لأ، مش تبعنا. الإطار بيحدد بالظبط مساحة الرواية اللي بنقراها. تمام كده، صندوق العدة بتاعنا جاهز، ودلوقتي جه وقت الاختبار الحقيقي. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل لما الأدوات الأساسية دي تكون مش موجودة. في مثال حقيقي ومهم جدا من واقعنا. في دراسة أكاديمية متخصصة قررت تعمل حاجة مهمة قوي. قررت تمسك الخرايط اللي بتتنشر في جورنال من أكبر وأقدم الجرايد في مصر، جريدة الأهرام، وتحللها. والنتيجة اللي وصلوا لها ما كانتش مجرد ملاحظات عادية، لا، كانت صادمة بكل المقاييس. اسمعوا الخلاصة بتاعتهم كانت إيه؟ بالحرف: الخرائط الصحفية هي أسوأ خرائط على الإطلاق. الجملة دي مش مجرد رأي أو نقد بسيط، ده اتهام مباشر وقاسي من باحثين حللوا الموضوع بالأرقام. ده معناه إن في مشكلة سيستماتيك، مش مجرد غلطة بتحصل هنا وهناك. مشكلة بتخلي الخرائط دي بدل ما توضح بتعمل غموض. عشان بس الصورة تبقى واضحة ونفهم حجم المشكلة، بص معايا على الفرق ده. على اليمين ده مثال للخريطة اللي الدراسة بتتكلم عنها، وعلى الشمال دي خريطة معمولة صح. الفرق يعني صارخ، واحدة أداة عشان نفهم، والتانية وصفة مضمونة عشان نتوه ونتلخبط. طب إيه الغلطات اللي لقوها؟ الدراسة لقت إن في نمط بيتكرر. أولاً مفيش عناوين، فإحنا أصلاً مش عارفين بنبص على إيه. تانياً مفيش مقياس رسم، فكل المسافات والأحجام ملهاش أي معنى. تالتاً مفيش سهم شمال، فالواحد مش عارف راسه من رجليه. والمفتاح يا إما مش موجود أصلاً، يا إما غامض لدرجة تخليه بلا أي قيمة. يعني باختصار كل أداة في صندوق العدة بتاعنا كانت ناقصة. والنتيجة النهائية لكل ده إيه؟ إن الخريطة بتفشل في وظيفتها الوحيدة والأساسية. بدل ما تكون شباك بنبص منه على الحقيقة، بتتحول لحيطة سد، بتتحول من دليل إثبات لمجرد صورة بتملى فراغ في الصفحة. والأسوأ من كل ده إنها ممكن تضرب مصداقية الخبر نفسه اللي هي المفروض بتدعمه. طيب بعد كل ده يجي السؤال المهم، إحنا دورنا إيه؟ الحل بيبدأ من عندنا.
من تغيير طريقتنا في التعامل مع أي خريطة بنشوفها، وإننا نتعلم نسألها الأسئلة الصح. عشان نسهل الموضوع دي قائمة سريعة من 3 خطوات نقدر نستخدمها كل مرة. أول حاجة الأساسيات، نبص كده في عنوان ومفتاح ولا لأ، دي البداية. تاني حاجة العلامات الحيوية، هل في مقياس رسم وسهم شمال، دول اللي بيربطوا الخريطة بالواقع. وآخر حاجة الحكم الشخصي، نسأل نفسنا ببساطة أنا فهمت ولا الموضوع بقى ملخبط أكتر. الخلاصة في الآخر بسيطة جدا. الخريطة الكويسة هي اللي بتوصل المعلومة بوضوح ومن غير لف ودوران. أما الخريطة السيئة فهي اللي بتسيبنا عندنا أسئلة أكتر من الإجابات. دي القاعدة الذهبية اللي لازم تكون في بالنا دايما. في النهاية كل خريطة بنشوفها هي قصة مستنية اللي يقراها صح، قصة عن مكان، عن حدث، عن فكرة. ودلوقتي بعد ما بقى معانا مفاتيح اللغة دي، السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا هو: هل إحنا مستعدين نقرأ القصة الحقيقية اللي ورا الصورة؟